قلنا قبل كده ان الرجل اكثر ذكاء من المرأة، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الرجل الذكاء بتاعه مش واضح زي ذكاء المرأة؟ يعني المرأة لما بتكون ذكية بتكون قدراتها العقلية او ذكائها باين بشكل كبير جدا، او عدد الحاجات اللي ممكن توضح ذكاء المرأة بالنسبة لنا اكتر بكتير جدا من عدد الحاجات اللي ممكن توضح ذكاء الرجل. الموضوع ليه علاقة بطبيعة العالم اللي احنا عايشين فيه. العالم اللي احنا عايشين فيه بالرغم ان هو اصبح عالم معقد، الا ان المهام اللي موجودة فيه اصبحت اكثر بساطة، وفي نفس الوقت اصبحت اكثر تعددية. وهي نرجع لواحدة من اهم النقاط الاختلاف ما بين عقل الرجل وعقل المرأة. عقل الرجل طبيعته ان هو بيركز على مهمة واحدة او على حاجة واحدة، الحاجة اللي بيعملها في الوقت الحالي مهما كان عدد الاجراءات اللي بتتطلبها. يعني كل ما تكون الحاجة اللي هو بيقوم بيها بتطلب عدد كبير من الإجراءات، كل ما الرجل هيبرع فيها أكتر بكتير جدا من المرأة. بينما لو رحنا المرأة هنلاقي المرأة عكس الرجل. المرأة قدرتها على إن هي تقوم بحاجة بتتطلب الكثير من الإجراءات بتكون منخفضة جدا.